لكم بهاي ال3 أيام إنه شهد من تسيء لها كذا وحدة من الناس، سكوتها أبدا مو ضعف، سكوتها هو قوة، سكوتها للحفاظ على جمهوري العراقي والعربي، لأنه بالتالي أنا ما أحب أدخل نفسي بمتاهات طويلة وعريضة والجمهور يدوخ بها. الجمهور حبني إلي بيور بعيدا عن كل شيء. فاللي حب أقوله أنه أنا أشكركم، أشكر محبتكم، أشكر اهتمامكم بي، وربي لا يحرمني منكم أبدا. طبعا وهذا القمر اللي كلكم حبيتوا، ما تعرفون ايش قد ضايجه لانه راح افارقه اليوم. وايد زعلانه حبيبتي وضايق خلقي، بس انا عندي نصيحه صغيره حق اعداء شهد. اول شيء طبعا شهد لها طولة بال ما شاء الله عليها، صبر وكريمه، وتربيتها والبيئه اللي هي فيها ممكن تتفادى ردة الفعل مع الناس المريضة. لكن عندي نصيحة حق الناس اللي هم دائما ينتقدونها ويذكرونها بالاسم. أول شيء الأرزاق بيد رب العالمين، المحبة بيد رب العالمين. نصيحتي لكم أحسن ما تنتقدونها الإنسانة الجميلة الطيبة. في نصيحتي حق الأعداء، رغم أعدائها مو وايد، هي إنسانة واحدة. دائما الإنسان يطور نفسه للأفضل، يحاول يوصل المرحلة، يعني أوكي. نصيحتي حق الأعداء، رغم أعدائها مو وايد، هي إنسانة واحدة. دائما الإنسان يطور نفسه للأفضل، يحاول يوصل المرحلة، يعني أوكي أنت كارهة شهد، عشان تكرهين شهد عشان توصلين لها أنت طوري من نفسك. ليش حاطة نفسك مع هالإنسانة هذه؟ هي غير، أنت غير، كل واحدة لها كاركتر مختلف، هي تربيتها، نشأتها، كل شيء فيها غير. فنصيحتي لك في دكتور الله يرحمه اسمه إبراهيم الفقي، هذا من أهم الدكاترة في عالم الإيجابية والتغيير. فنصيحتي اسمعي له كم محاضرة، ممكن تغيرين فكرك، يعني الله يهديك. والله كاسرة خاطري مسكينة أنت، يعني ما أدري، هو مو مرض، هذا اسمه حقد، يعني فوق المرض حقد. يعني الله يعينك على نفسك، شلون أهلك متحملينك أو زوجك أو حبيبك whatever، يعني مسكينة أنت. وأول شيء الجمهور ما ينشرى بفلوس، يعني ايش كثر ما الإنسان يحاول إنه يسوي شهرة حق نفسه. محبة الناس مو بفلوس، هذه نعمة من رب العالمين. عندك اعتراض على رب العالمين هذا موضوع ثاني. محبة الناس، مصداقيتهم، يحبونها، يعني هذه نعمة يا أختي، طوري من نفسك. وإذا كان عندك كم فلس مكان ما تدفعيهم للإيجار، للبيت، للكهرباء، لكذا، صدقي يعني فيهم. لا مو صدقي فيهم، اجمعي، يعني احسن ما تنطين فلوسك حتى تكيدين للناس وتوقعيهم. في دورات في يوروب وفي دبي وكذي يطورون من النفس والذات. والله غير من فكرك. الله يذكرك بالخير. في دكتور عراقي مشهور سعد الوتري ابو الجمله العصبيه، اقسم بالله نسمع بانجازاته وبتاريخه وبالشغلات اللي يسويها حتى الانسانيه. والى الان انا ما شايفت له صوره بالانترنت، الى الان انا ما سمعت له كلمه او فيديو. هذا سمات وصفات الدكتور الشاب سعد الوتري، اللي من حقه يطلع ويقول اني، ويقعد الدنيا ويقعدنا كنا على صفحه ويقول جمهوري ويقول، بس ما عنده هاي السالفه، لانه هو دكتور، هو مو انسان مشهور او معروف او اعلامي او فنان او شاعر او whatever الى اخره. زين اذا هي عندها اعتراض، محبه الاطفال بعد بفلوس تنشره؟ يعني قاعد تشوفين اليهال والكل قاعد يحبها. طوري من نفسك يا اختي. لا والله تخسين تكونين اختي. راح تقولون ايش بيها شهد اليوم؟ اوكي تسكت، بس اكو ليميت معين للانسان انه ما يقدر بعد يسكت. لما نجاحاتي قاعد اسمع انه فعلا زعجتها وقاعده تخطط في سبيل توقعني وقاعده تسوي في سبيل تسيء لي، بس ما راح تقدر، وما راح اذكر اسمك ولا راح اضيف 0 للواحد وتصيرين رقم براسي. قولي له الله يهديك. ابدا. تعرفين ليش؟ احتراما لجمهوري. انت تعرفين كل زين بروحك منو انت، تعرفين كل زين ايش قاعده تسوين بعمرك، وش قاعده تخبصين، وش قاعده تسوين. وفري فلوسك بليز، حرام يعني. يا ريت لو نجمل قلوبنا قبل ما نجمل وجوهنا. النوايا الصادقه ترى تبين عند الانسان، والناس كلش اذكياء، كلش، لدرجه انت ما تتوقعيها. واصلا من نزلتي فيديو قبل فتره اسأتي لي، ترى تابعي الكومنتات، الناس قاعده تضحك عليك ومبينه كذابه من كلامك. فكافي كات، يعني شيليني من راسك. فالنوايا السيئه والمكيده اللي ناويه تسوي لي اياها وصلتني، وطريقه السعي
بايدك ورجلك في سبيل تسقطيني ايضا وصلتني يا حلوه، وبالصوت والصوره. انت تعرفين نفسك كل زين. تعرفين شنو قمه الشجاعه؟ قمه الشجاعه انه انت تقدرين تنتقمين وساكته. هذه اني اقدر انتقم واقدر اثبت لجمهوري ولناسي انت شنو بالصوت والصوره. انتبهي، بالصوت والصوره. اعتقد كلامي واصل لك ومستوعبته تماما، بالصوت والصوره. بس راح اسكت، وسكتت هوايه، وبعد راح اسكت. اوكي، بس احب اقول لك ترى كلش اوفرتي الموضوع، يعني طلع من يدك. بعد ما اعرف بعد شنو ناويه تسوين بالضبط. مرض والله لا تتوقعين بيوم من الايام من قلت لك انت سايكو اني داسي لك. لا بالعكس، انا من قلت انت سايكو لانه فبالفعل انت سايكو والله، بس انا ما داسي لك اقسم بالله. والله انا احبك شبيك، بس انا بدي اقول سايكو انك عالجي. والله جديات رهومه. ترى يعني. للعلم في اهم اماكن في سويسرا للعلاج اكيد. انزين، في اشياء فيها ميديكال وايد قويه. اذا تحب انا اشوف لها، لان سنويا اروح، فعندي فكره. هم حاضرين في هالديره، هم حاضرين بعد تمرين امر من هالعيون. ورده انت عيوني. ويا ربي كل شخص حاسدني، لو حاط عينه علي، لو مستثقل اللي اني بيه، الله ينطيه اضعاف اللي اني بيه، والله ينطيه ان شاء الله سعاده تنسيه كل هموم دنيا. بعد شتردون. احبكم اني.